مشعول مش إعلاني. أنا لا أنسى موقف لما شرفني في حضور زواجي في صيف 1428 عندما كان في زيارة لمنطقة عسير، وعندما أخبر أحد مرافقيه بأنه الدكتور علي لديه فرح هذه الليلة، قال ليش ما عزمني؟ يلا نمشي نروح نسلم عليه. توكلنا على الله. قبل أن نحضر عشاء الضيوف والمعازيم فوجئنا بالموكب وفوجئنا بحركة غير طبيعية، وتوقعت أحد الزملاء أو الوزراء أو الأمراء، وإذا بسيدي الأبي سلطان يأتي ويقول يا بخيل ما تعزمني. قلت يا سيدي أنت من يعزمك الله يحييك، أنت تحتاج عزيمة خاصة. قال لا يا ولدي أنا مواطن، أنا بسيط الله يهديك. ودخل حفل المجلس ورقص معنا العرضة، واستغرق أكثر من 45 دقيقة بالرغم من انشغاله وأعماله. جميل. وقال الموظفين عندي والمواطنين أعتبرهم كأبنائي. 40 سنة ما حضر الزواج أحد من أولادي، وأنا أحضر زواجك يا دكتور. وين أبوك؟ تعرف على والدي وعلى أخواني وتعشى معنا العشاء، وكانت الليلة لا ننساها، كانت لا ننساها. فهذا من تواضعه. وأنا أعرف مواقف كثيرة جدا جدا يعني لا يستطيع المجال لذكرها يا أخ محمد، بالتأكيد، لأنه من هول الفاجعة ومن نعم الحالة التي نعيشها، الحالة التي نعيشها. الهادي سلطان لا يعوض يا أخ محمد، هذا فقيد الأمة العربية والإسلامية والشعب السعودي. وأنا أعزي الكبير والصغير في سلطان الخير وسلطان المحبة. بالفعل دكتور علي، ندرك صعوبة الموقف. دكتور علي القحطاني مدير مكتب الأمير سلطان بن عبد العزيز الإعلامي، شكرا جزيلا لك.